تحبوا تسمعوا ستوري تايم من المواقف اللي لمستني كده من جوه، واحب ان انا اوثقها لما اكبر كده افتكرها. اقول لكم ثواني. موقف التحفه اللي حصلت لي مره اخر امتحان كنا رايحينه، فاحنا بنمشي بالباص اوكي. ففي الباص ده انا كنت راكبه قبل الاخير من ورا، يعني الكرسي اللي قبل الاخير عند الشباك، والكرسي الاخير الناحيه التانية في ست ومعاها عيالها، ابنها وبنتها. ابنها يا روحي وبنتها على الصوره برضو كلهم بس ما شاء الله ما شاء الله، عينيها خضراء ومش عارفه ايه بتاع، تبارك الله. فانا مش نايمه مطبقه تمام، فالشمس كانت جت عليا، وفتح الواد صغير كان فاتح الشباك بيتفرج على الفيو يعني من الشباك وكده، فانا مش شايفه. ببص لقيت الشمس جت عليا، فبص كده اقول له معلش ستاره عشان الشمس. الواد الصغير بص عليا كده، قلت له خلاص يا حبيبي اتفرج يعني، فاهم؟ خلاص لقيته وعيط، كان حد كبير يعني، لقيته عيل مش خلاص خليه مش مهم. راجع براسي لورا كده بعيد عن الشمس، وعادي الموضوع عدى، كان لسه الباص فاضي. بعد كده راح جاي حد تاني، ولد يعني تاني، قعد قدام شويه بس راح شد الستاره، شدت من ورا، جابت الشمس عليا، شد الستاره عليا عشان يشيل الشمس من عليه، بس جابت فتح الستاره الناحيه التانية هنا، فجابت الشمس عليا. فانا خدت بالي وحياه ربنا مش هنسى نظره الواد وهو بيبص عليه، بيبص عليا وبيبص عليه بيعمل كده. ده هعمل ايه؟ شد الستاره. انتوا فاهمين الموقف؟ طفل صغير اللي هو يا روحي بجد، انا فضلت طول اليوم مبسوطه من الموقف، بس هو عيل صغير شد الستاره يعني حرفيا مش مسماش عليه، هو شدها على طول اللي هو عشان الشمس كانت جايه عليا. حب الاطفال، حب الناس. واصحى النهارده على رساله من حربوقه ما، وانا عارفاكي مش هديكي قيمه ولا هرد عليكي ان انا مريضه. طب ادعي لي ربنا يشفيني يا رب، يا رب اشفيني يا رب. قولي يا جماعه ربنا يشفيني عشان انا مريضه. لاجل ان انت راجل محترم، لاجل ان انت جنتل صغير، قمت من الكرسي ورحت قعدت جنبه ورا. امال ايه